وتقدم برنامج الوزارة حول الإصلاح الإداري وأحكام التصرف في الموارد البشرية والمادية المتوفرة لكل مندوبية. الزيارة هذه المرة ضم 3 ولايات هامة في الجنوب الشرقي، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، يتخللها اليوم جلسة في مقر معهد المناطق القاحلة بمدنين، يحضروه كل رؤساء الدوائر ورؤساء الأقسام بالمندوبيات المعنية و10 من المديرين المركزيين لمناقشة كل جوانب النشاط لهذه المندوبيات بما فيها الاستثمار وإنجاز المشاريع، شنو الإشكاليات اللي تعترضهم، شنو سبل حل الإشكاليات المطروحة، وهذا حضور كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي يرمي إلى أنه على عين المكان يتم تحديد أفضل الحلول للإشكاليات المطروحة، وإذا كان في إشكاليات كبرى تتطلب مزيد من الدرس والحوار هذايا يتم تأجيله إلى وقت لاحق. احنا في الجنوب الشرقي التحديات الأساسية الموجودة هي التزود بالماء الصالح للشراب. نعرف اللي عملوا هذه الجهات اشتكت من نقص شبه حاد في مياه الشرب، وبالتالي الحوار متركز أساسا على تقدم أشغال المشاريع اللي برمجتها الوزارة لتفادي حدوث نقص في مياه الشرب هذه الصيفة باش ما يكونش كما الصيفة الفايتة. المشاريع هذه تتمثل أساسا في حفر الآبار، منها آبار تعويضية لآبار أخرى ضعيفة ما عادش تؤدي للكميات اللازمة، وهناك مشاريع آبار جديدة، وطبعا لنا عدد هام من هذه الآبار. التحدي في إنجازها يتمثل في حاجتين 2 أساسا. الأول هو قلة شركات الحفر ببلادنا، وهذا مشكل كبير، وبالتالي يجب السماح بحفر هذه الآبار. ثم هناك أيضا تحديات أخرى فيما يخص التزود بالأعلاف بهذه الجهات اللي مسها الجفاف بصفة كبيرة، وبالتالي الإجراءات اللي أخذتها الوزارة مؤخرا برفع حصة هذه الجهات من الأعلاف وتيسير وصولها وتكليف ديوان الحبوب أنه هو يكون القائم الوحيد على تزويد هذه الجهات، اللي هو شهد تحسن كبير في التزويد خلال شهر مارس، ونحب تحسن هذا يتواصل ويتعزز خلال الأشهر القادمة حتى يعاون الفلاحين على مجابهة الجفاف بالنسبة لقطعان الحيوان، مع التطرق أيضا إلى جانب ثاني هو وضع برنامج سريع للتدخل بري الزيتين والأشجار الموجودة بهذه المنطقة لإنقاذها من التلف، لأنه الحقيقة التأثير كان قوي، وإن شاء الله هذا كل يفضي إلى نتائج إيجابية، وما زال عملنا متواصل إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. وغنوش والكتف وبنجردان، وتم بسط كل الإشكاليات ونقاط الخلاف بين الطرفين على طاولة الحوار بحضوري وبحضور المديرين المركزيين المعنيين بقطاع الصيد البحري، وبعد حوار ليس بالسهل ودام وقت طويل تم التوافق على جملة من النقاط والحلول لكل الإشكاليات المطروحة، واتفقنا على أساس تفعيلها في المدى القريب. إنما في آخر الجلسة فقط طلب ممثلو البحارة شيئا من الوقت لأنهم يرجعوا لإعلام البحارة بمناطقهم بفحوى الاتفاق وأخذ مصادقتهم عليه قبل أن نمر إلى التنفيذ، وهو موعدنا اليوم على أن نلتقي من جديد لتأكيد ما تم التوافق عليه، اللي هو طبعا حلول لبعض الإشكاليات بصفة فورية، وثم إشكاليات أخرى مثلا تجهيز ميناء جربة برافعة. هذايا احنا قبلنا المبدأ لأنه نشعر بضرورة توفير رافعة ذات طاقة كافية، ولكن هذا باش ندرسوه لأنه يرجع إلى وزارة المالية من حيث التمويل وإلى وكالة الموانئ. لابد من أن نتأكد من القدرة على تمويل هذه الشراء هذه الرافعة بصفة أكيدة باش نعرفوا اللي هي نجموا نبوبوها على ميزانية 2014 اللي هي مش تبدأ المباحثات فيها خلال الشهر القادم. إذا نقول كل نقاط الخلاف خاصة الحساسية بين الطرفين، لا سيما في الموضوع الرئيسي اللي هو وضع حد للصيد العشوائي بكل أنواعه بصفة يعني فورية، وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وهذا طبعا يعني هو شيء مشروع وثابت ولابد أن يقبل به الجميع من بحارة جابس وبحارة جربة وبحارة الكتف وبنجردان، وطبعا هو مطلب رئيسي من طرف ممثلي جهة جرجيس، وكذلك احترام مواسم الصيد
باش ما يقعش الاعتداء الجائر على الثروة البحرية في هذه المناطق والحفاظ عليها وتنميتها. على كل حال نقول توصلنا إلى توافقات جيدة، وإن شاء الله تلقى مسارها للتجسيم خلال الأيام القادمة. وشكرا. شكرا.